السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع بخير. عبد الفتاح السيسي، انت واضح ان انت بتابعني قوي يعني، لان محدش بيشتمك غيري. اسمع كده. ولا بحب الإساءة ولا بحب أبدا. يعني أنت تفضل تسيء لي وتطول لسانك عليا وأنا أسكت؟ أيوة. يعني أنت تفضل تمكر بيا وأنا دافع؟ أيوة. كل ما تغضب تعمل إيه؟ تشتغل أكتر. كل ما تغضب تشتغل أكتر. النبي يا جماعة سقفوا له. تشتغل اكتر. طب والنبي تقدر تقول لي يا عبد الفتاح السيسي، ايه الشغل اللي انت عملته في مصر؟ هات لي كده شغل كده عملته في مصر كده اقول في حاجة اتعملت. الشغل اللي انت عملته كله ان انت بعت مصر يا عبد الفتاح السيسي. الخليج استحوذت على الموانئ المصرية كلها وعلى المدن المصرية كلها، وانت دلوقتي كمان بتجهز لهم جزيرة الوراق، بتدب في اهلها وبتهجر فيهم عشان تسلمها للامارات لمحمد بن زايد. فاضل ايه تاني في مصر يا عبد الفتاح السيسي ما بعتلوش؟ مش عاوز تتشتم ليه يا عبد الفتاح السيسي؟ اسمع كده معايا الراجل المصري المحترم ده بيقول ايه، عشان تعرف ان انت لازم تتهزق مش تتشتم بس. أسأل سؤال، والله سؤال بفكر فيه بقالي فترة ومحيرني جدا، يمكن ألاقي حد يجاوب عليه من حضراتكم. هو احنا كمصريين هنفرح امتى؟ امتى هنشعر بالسعادة؟ امتى هنشعر بالاكتفاء؟ امتى هنشعر ان احنا بنقدر نكفي بيوتنا؟ امتى هنشعر ان احنا بنفرح عيالنا؟ امتى؟ احنا من 2011 واحنا في بؤس شديد، اسعار عماله تطلع 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 وملهاش حل. حكومه فاشله فاشله فاشله، مش قادره. حكومة فاشلة وانت على رأسهم يا عبد الفتاح سيسي. اسمع بقى كده الدكتور صلاح جودة الله يرحمه، الخبير المصري، الخبير الاقتصادي المصري. اسمع كده بيقول لك ايه على جزء صغير في جمهورية مصر العربية، قطعة واحدة تقدر تعمل ايه في الدولة يا راجل يا فاشل يا اللي جاي تبيع مصر فقط انت ونظامك. اسمع يا عبد الفتاح السيسي يا اللي جاي بتقول احنا ما عندناش ثروات. انا اديت بس جزء من الامكانيات. مصر لديها في حته اسمها ابو زنيمه في سيناء. دي المفروض تتعمل محافظه لوحدها اللي هي تبقى وسط سيناء. ابو زنيمه في سيناء. دي تتعمل محافظه لوحدها تبقى وسط سيناء، هي بين الشمال والجنوب، هي جايه كده في النص. جميع المعادن اللي موجوده فيها، اللي موجوده في الحته بتاعت وسط سيناء ديت، تجعل من مصر دوله خلال 36 شهر اغنى من ال6 دول خليجيه. 36 شهر اغنى من الدول الخليجيه. بس انت يا عبد الفتاح السيسي شغال معانا ايه؟ جاي شغال معانا الاوردر بتاعك افقار وتجويع واضعاف الشعب المصري وتهجيره من بيوته وبيع المدن، تهجر في الناس وتبيع اراضيهم وتبيع مدنهم. جزيره الوراق، راس الحكمه، راس جميله، جزيرتين تران وصنافير اللي انت نصبت على ابن سلمان فيهم، خدت الفلوس على اساس تبيعهم له، وجاي تقول امي قالت لي في الحلم الجزيرتين بتوع السعوديه. لا والله كتر خيرك يا سيدي، الله يرحمها. اسمع بقى يا سيدي، كمل يا سيدي. خلال 36 شهر مواردها الطبيعيه موجوده، بمواردها الطبيعيه فقط، مش عاوزين حاجه. يعني مجرد استغلال هذه الموارد. استغلال هذه الموارد استغلها بايه؟ اطلع قرار اداري يطلعه وزير الصناعه والتجاره، مش حتى محتاجه لا رئيس وزراء ولا رئيس جمهوريه ولا دستور. وزير الصناعه ووزير البتنجان وكل الوزراء دي جايه بتشتغلنا احنا. الوزراء ديت مش عارفه ايه اللي موجود في بلدنا، الوزراء مش عارفين ايه الموجود في اراضينا المصريه. الوزراء ديت بتعرف ايه بقى؟ تلف كرشاف فلنا ويعملوا مصالح على قفا الغلابه. عندهم عدم ثقافه اقتصاد. الناس ما بتفهمش في اقتصاد، ما بتفهمش في اي حاجه غير ان هو بيلف كرشه في فلنا على قفا الشعب وعلى قفا الغلابه. اسمع بقى كده يا باشا. احنا ما
عندناش ثروات، وانا بقول لكم كلكم عشان ما حدش يتوهم ان في الدولة المصرية ثروات. وانا كنت اثناء عشان كده صلاح جودة لما قال الكلام ده اختفى. مش عايز اقول بقى هو مات ازاي في النادي الاهلي والكلام ده، يعني ايه، دي قصة قلناها قبل كده. الحكومة عارفة هو مات ازاي صلاح جودة. احنا عندنا اي واحد يقدر يفيد الدولة باي شيء ده بيتم اختفائه قسريا او بيموت او بيطفش بره البلد. مصر مطلوب افقارها وتجويعها واضعافها، وده السيسي ده جاي بينفذ الكلام ده بحذافيره، لدرجة ان الشعب بيموت وبيزحف على وشه، بيكح تراب وبيطلع بيلطم على وشه وبيستغيث بأي حد ينجده من السيسي. رغم كده ان السيسي مدي للناس دي ظهره ومكمل في الخراب زي ما هو، ويطلع يقول لك انت تتحرى الكذب وتتهمني بالكذب وتشتمني. انت مش عايز تتشتم؟ ده كويس، ده انت بكره هتقول يا ريتني كنت فضلت اتشتم بس. لان احنا كمصريين واصحاب البلد اللي انت عمال بتبيع فيها مطولين لك الحبل عبد الفتاح السيسي. بس الحبل ده ليه اخر؟ ليه؟ انت جيت بنيت قصور واهدرت ثروات الشعب في قصور رئاسيه وفي طيارات وفي كلام فارغ وفي تهريب اثار وفي تهريب ذهب وفي تهريب روايات بعض القادة من الجيش. الثروات اللي نهبوها من الشعب المصري، الدعم والحاجات دي كلها والمنح، مخبيينها بره باساميهم في بنوك اجنبيه، والكلام ده قالته السفيره الامريكيه في مصر. واخد بالك انت يا سيسي يا حرامي، انت والعصابه بتاعتك، انت ما خليتش حاجه في مصر ما بعتهاش. يعني انت بص، انا مش هفضل، يعني مش هبطل ان انا اكلمك في البيع والحاجات دي. ليه؟ لان الفيديوهات دي بتفضل موجوده بتتسجل عليك. ليه؟ لان انت اول ما هتخش القفص في اتهامات كتير قوي. يعني انت عمرك اللي باقي مش هيكفيها سجن، العمر اللي باقي مش هيكفيها سجن. انت حركة واحدة بس من الحركات اللي انت عملتها تعيشك مؤبد في السجن، وهي ان انت تدي تيران وصنافير لمحمد بن سلمان. دي حاجة واحدة بس من ضمن الحاجات التانية بقى، ان انت موظف حكومة عند حضرتك ما بتفهمش اي حاجة في اي حاجة، كلهم شوية مواشي قطيع ماشي وراك، ما بيفهموش اقتصاد، ما بيفهموش إدارة دولة، ما بيفهموش إدارة أزمات، ما بيفهموش أي حاجة في أي حاجة. كل الوزراء بتاعتك تطلع تكذب علينا زي ما أنت بتطلع تكذب علينا، ومفيش أي تنفيذ على أرض الواقع. في واحد رئيس جمهورية يجيب شيخ يدور على آثار في الأرض؟ ده كلام، ده كلام في أي بروتوكول خالص. شيخ البحث والتنقيب كان هو توفى، يعني كان عنده ساعتها 85 سنة. فبقول له قول لي ايه اخبارنا في يعني على خريطة مواردنا من الثروة المعدنية. معلش بعد اذنك ركز قوي مع الكلمتين دول عشان هجيب لك عكسهم من بقه هو. قال لي احنا عندنا 3 حاجات عشان اريحك. الثروة يعني حجم هائل، لكن ممكن يبقى عندك شوية بترول شوية غاز يعني، لكن عشان يبقى عندك كميات تقدر تقول ان هي تمثل دخل ريعي حقيقي. على فكرة البترول اللي عبد الفتاح السيسي بيقول عليه ده طالع من دمياط في مواسير على اليونان، ومن اليونان مغذي اوروبا كلها. انتوا واخدين بالكم؟ هو لما يطلع الغاز والبترول من مصر يتصدر للدول الاوروبيه دي ما فيهاش مشكله، ده حاجه جميله. بس فين العائدات الدولاريه بتاعت الشعب بقى؟ بتروح فين العائدات؟ العائد الدولاري اللي انت بتصدر بيه بترول فين؟ كمل يا باشا. احنا عندنا رمل وعندنا رخام وعندنا حجر جيري. اقول تاني؟ لا ما تتكلمش، ما تقولش تاني. رمل وحجر جيري ورخام. يعني الشيخ اللي انت جبته بيقول لك عندنا شوية رمل على شوية اسمنت على شوية بتاع، اللي انت بنيت بيهم السجون. 49 سجن من ساعة ما مسكت البلد، 49 سجن مش 49 مستشفى
مش 49 مدرسة، مش 49 مصنع، مش 49 مش 49، لا انت اشتغلت بيهم في السجون والكباري. الكباري اللي انت هتمشي عليها بالعربية بتاعتك انت والحراس اللي وراك اللي مكلفة الشعب ملايين. كمل يا باشا. وكل الناس اللي معنيه بهذا الامر يردوا عليا ويقولوا لي حاجه غير كده. انا بتكلم على ثروات، الثروات والحاجات والمعنيه بهذا الامر اللي هو الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جوده الله يرحمه، اللي طلع كلمك من شويه عن ابو زنيمه ممكن تعمل ايه في مصر 36 شهر. بعد 36 شهر منطقه في وسط سيناء، منطقه واحده ممكن تنقل مصر توديها فين؟ منطقه ابو زنيمه في وسط سيناء. بعد 36 شهر تنقل مصر في حتة تانية، بتكون مصر أغنى من 6 دول خليجية. لكن انت بقى ايه شغال ايه؟ فرحان انت بالكرافتات واللي بيسقفوا لك واللي بيحرسوك، والعربيات راحت، العربيات جاية، السيسي راح، السيسي جه وخلاص. البلد بقى طلعتوا منها حاجة من الموارد والثروات ديت اشتغلنا بيها ورفعنا من شأن الغلابة والكلام ده؟ لا، انتوا اشتغلتوا على نفسكم. قصور رئاسية، طيارات فارهة، سيارات فارهة، فرش فارغ، الوزير الفلاني عمل مش عارف ايه، الوزير العلاني سرق ايه، الوزير العلاني عمل فيلا في الشاطئ ايه، الليل تربات تاتو. يا عصابة يا عصابة يا عصابة. ده ابسط شيء خالص، ابسط شيء خالص. لما واحد عنده 3 4 عيال مش عارف يجيب لهم احتياجاتهم كامله، يا دوبك بيكفوهم اكل وشرب، وساعات جعانين كمان، ولا ايجار ولا نيله. ممكن تطلع بنوته من الاسره دي تشتغل في محل تقف على رجليها 9 ساعات ب 1300 جنيه. في 9 ساعات كل يوم تاخد في الشهر 1300 جنيه. تقف على رجليها 9 ساعات تاخد في الشهر 1300 جنيه. وانتوا عمالين تبيعوا في البلد، بعتوا البلد كلها للخليج. الخليج كله خد البلد، مواني، عقودات وتمليك ل 15 سنة، 50 سنة، ل 15% مقابل 15%، 50 سنة. يعني ده بيع، يعني ده بيع. اسمعوا يا مصريين، اسمعوا يا مصريين، الكلام اللي انا بقوله دلوقتي دوت لو الفيديو دوت قعد للاجيال الجايه يبقى شاهد عليا وعلى عبد الفتاح السيسي، علشان يعرفوا ان هم كان بيحكم بلدنا واحد اسمه عبد الفتاح السيسي، ديكتاتور مجرم اهدر ثروات الشعب، زحف الشعب على وشه، ملك الدول الخليجية الدولة المصرية بدون أي مقابل للمواطن ولا أخذ رأي المواطن في أي شيء، أهدر ثروات الشعب، جوعه وأفقره وأضعفه. اسمع كده عبد الفتاح السيسي نفسك أول ما جيت قلت لنا إيه؟ مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها بتعتمد على الإعانات والمساعدات. ده أمر غير مقبول. ده امر غير مقبول. يعني احنا دلوقتي غنية، يعني دولة مصر دولة غنية بمواردها وبشعبها وبتاع. انت من شوية قلت انا جبت شيخ وقال لي البلد ما فيهاش حاجة. يعني جبت شيخ بتاع تنقيب واثار وقال لك ما فيش غير شوية رمل وشوية. الشيخ جاي عشان يكشف البلد فيها رمل ولا لا؟ ما علينا. انت دلوقتي بتقول البلد غنية بموارد ودنيا ومداين، صح؟ طب انت من شويه هسمعك نفسك تاني لما قلت احنا ما عندناش ثروات. انت دلوقتي بتقول ايه؟ مصر، اسمع، مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها بتعتمد على الإعانات والمساعدات. ده أمر غير مقبول. خلاص دلوقتي دولة غنية ومعتمدة على الإعانات وده أمر غير مقبول، صح؟ اسمع بقى التاني الكلام ده بقى بعد انت ايه ما استحميت ولبست وروقت نفسك وظبطت الكلام، جاي بقى ايه تقول لنا العكس. شوفوا، احنا ما عندناش ثروات، وانا بقول لكم كلكم عشان ما حدش يتوهم
اللي فيه. محدش يتوهم. احنا انت الاول قلت دولة غنية وعايشة على الاعانات، ده امر ما يرضيش ربنا. طب وبعد كده بقى دلوقتي ما عادش فيه ثروات؟ خلصت الثروات، خلصت على القصور الفارهة والسيارات والمسروقات والروايات الحياة اللي انت معايشنا فيها كرب في كرب دي. اقسم بالله يا سيسي يومك جاي لا محالة. انت بنيت القصور دي كلها والحاجات دي كلها حاجات تعيش لآلاف السنين. انت فاكر نفسك ان انت هتفضل تحكم انت وولادك واسرتك على 1000 سنة كمان ولا حاجة؟ بالعكس، انت مش هتلحق. النهاية بتاعتك قربت لا محالة. انت تعبتنا، انت اهدرت ثرواتنا وبعت اراضينا. انا كشخص عندي حقوق مهدورة في مصر مع النظام المجرم. النظام المجرم بالمناسبة، الضابط اللي لفق القضية لابن اخويا وحط له سلاح، وابن اخويا دلوقتي واخد 10 سنين. عايز اوريك ضابط زميله اتصور وهو بيلفق قضية. اسمع عشان تفهم الكلام. تعال عشان تعرف الداخلية مجرمة. عايز تحط البندق دبابه، هتقول لي مكانه فين وتحط له الدبابه وانزل اجيبه بالدبابه. في اكتر من كده؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم في ناس عندها استعداد تحط البندق دبابه وتقول لي مكانه فين وانزل اجيبه. قانوني، شرطه عسكريه. بالقانون، يعني ظلم بالقانون. حط له دبابة وانزل اجيبه، احط له دبابة وانزل اجيبه. الضابط ده بيمثل اقسام شرطة مصر كلها. كل اقسام شرطة مصر كلها نفس الشيطان اللي قاعد على الكرسي ده، كلها نفس المجرم بالكارنيه، كلها نفس مجرم بكارنيه زي الضابط ده. هي دي ضباط مصر، هي دي الداخلية. البؤر الإجرامية في مصر هي أقسام شرطة البوليس. جميع الضباط اللي في مصر كلهم مرتشيين، وكلهم بيلفقوا قواضي، وكلهم بيشتغلوا لحساب ناس كبيرة بينفذوا لهم شغلهم وبينفذوا لهم رواياتهم بالرشاوي بالفلوس وبالدفع. وكل ضابط فيهم بيسابق زميله ان هو يشتغل على تزويد ثرواته برشوة بتلفيق بأي حاجة. المهم ان هو مكانه على الكرسي عامل يعني بيشتغل زي السيسي شغال فحت وردم في الشعب وفي الغلابة. الضباط بتوعه بقى جوه الداخلية نازلين حلاقة برضو نفس الموضوع. عايز يحبس واحد على مزاجه مش عاجبه يحبسه يلفع له قضية. عايز يعمل اي حكاية بيعمل. الناس الكبيرة بقى اللي هي الروس الكبيرة، الناس اللي معاها فلوس، اللي عاوز يخلص مصلحة شمال، ضابط زي دوت بيخلصها له وبيقبض. زي الضابط اللي حط لابن اخويا سلاح. ابن اخويا عنده 4 عيال وامهم ومالوش في اي حاجة خالص وعمره ما اتحبس نهائي، حط له سلاح من عنده وحبسه 10 سنين. وانا عايز اقول لك يا سعادة الباشا قبل ما اقفل مع الناس، عايز اقول لك يا باشا اللي حبست ابن اخويا بحتة سلاح من عندك، انت طلعتها من عندك حطيتها له، هتلف الايام وهتلف السنين وهفكرك وانا واقف جنبك في المحكمة وانت جوه القفص. ليه؟ لان احنا بعد ما هنحاكم السيسي وهندخله القفص هو ومصطفى مدبولي والوزراء كلهم على اهدارهم لثروات الشعب وعلى افقارهم وتجويعهم للشعب وعلى بيع اراضي الدولة وعلى انا هفكرك وانا واقف جنبك، هقول لك انا عم ادهم اللي انت حطيت له السلاح من عندك بالقانون. انت وكل الضباط اللي ظلموا ولاد الناس كلكم هتخشوا القفص، لان وقت ما النظام المصري كله يتحاكم ويخش القفص مفيش رئيس جديد ومفيش انتخابات ومفيش واحد هيقرب من على الكرسي الا لما الداخلية تنضف، كلها تنضف، والاراضي المصرية اللي اتباعت للخليج ترجع وكل البيع باطل. محاكمة السيسي واجب وطني، محاكمة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واجب وطني، محاكمة البؤر الإجرامية في أقسام الشرطة اللي هم بما يسمى ضباط ده واجب وطني. وإن شاء الله كله قريب بإذن الله، كله عن قريب بإذن الله. تحيا جمهورية مصر العربية وجنود مصر رجال إلا بعض القادة من الجيش
اللي هم ناهبين ثروات الشعب ومخبيينها بره.